السلام عليكم. صباح الفل. تعالى احكي لك حدوته كده. تمام، ولو عايز تسكيب الحدوته كالعاده سكيب الحدوته. بس هتمس المشكله. تمام. الحوار هو ان انت صحيت الصبح زي ما بيقولوا الساعه 7 وانت على مكتبك قاعد بتشتغل او بتذاكر. عدى نص ساعه، قررت تاخد بريك. البومودورو شيت والجو اللي ملوش لازمه ده. قررت تاخد بريك. خدت بريك، رجعت. مش حاسس انك حابب تذاكر، مش حاسس انك حابب تشتغل تكمل شغل، بس بتكمل. عدى نص ساعة كمان كده، عدى ساعة. عايز تاكل، عايز تقلب في الموبايل، عايز تقوم تلعب جيمز، عايز تسمع أغاني. الوضع بيبقى كده. ممكن تضغط على نفسك شوية كمان. قد إيه؟ نص ساعة كمان، ساعة كمان. هتوصل لكام ساعة؟ 3 ساعات، 4 ساعات. تفتكر انت محتاج كام ساعة شغل في اليوم عشان تحقق اللي المفروض انت تقدر تحققه؟ يعني انت شايف نفسك تقدر تحقق ايه؟ ولو انت شايف نفسك ما تقدرش تحقق حاجه، فارجع لاول فيديو خالص نزل على الشانل دي وشوف انت قيمتك فعلا ايه. ارجع شوف الفيديو ده وشوف انت قيمتك ايه. طيب، لو انت حابب بقى تحقق ده، تفتكر محتاج كام ساعه شغل في اليوم؟ في الواقع هم اكتر من عدد الساعات اللي انت صاحي فيها. يعني انت لو محدد لنفسك مثلا 8 ساعات نوم، فانت في الاغلب هتحتاج كمان تفضي ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات حواليها للحاجات التانية، زي الحاجات الأساسية زي الأكل والصلاة وإنك تاخد بريك تروق دماغك. طبعا مش البريك اللي بتاع البومودورو والقرف ده، البريك الحقيقي، البريك اللي جسمك فعلا بيحتاجه عشان تفكر في اللي حصل طول اليوم، عشان تعرف انت وراك ايه بكره، عشان تعرف انت وراك ايه النهارده، ايه عملنا غلط النهارده، ايه نقدر نصلحه بكره، وهكذا. التفكير الضروري. فلو انت بتركز ساعتين وثلاثة واربعة، تفتكر هتعرف توصل للمرحلة دي؟ تفتكر هتعرف تحقق اللي انت شايف ان انت تستاهل تحققه؟ خليني اقرب المايك شوية. تهيالي كده احسن. طيب، اللي بيحصل بعد كده ان انت ممكن فعلا تقوم وتاكل حاجة مسكرة مثلا، وبعدين تتوقع انك هترجع، بس في الاغلب مش هترجع. مش في الاغلب، هو اكيد مش هترجع. ولو رجعت تشتغل بنفس التركيز، فاختصارا للدنيا دي كلها ان انت ممكن يبقى ده اخر يوم تصحى فيه بدري يعني. فخليني اقول لك، انا عمر بساعد اخواتي ان هم يحسنوا من حياتهم ويطوروا من نفسهم. اول لينك في الديسكربشن في سيرفر ديسكورد، انا موجود هناك، تقدر تسالني في اي حاجه، تاخد رايي في اي حاجه. لو اقدر اساعدك اساعدك، ان شاء الله اقدر اساعدك. وحرفيا اي حاجه I'm your guy. تمام. جي سويت امك. طيب، كومونسون. تعالى كده اخدك من هنا واحده واحده لحد ما تكون قادر انك تقعد وتركز لساعات طويله. تمام. من غير ما تزهق، ومن غير ما تتعب، ومن غير ما ايه، كفايه دول، من غير ما تزهق ومن غير ما تتعب. طيب، تعال نشوف هنقدر نعمل ده ازاي. اول حاجه، اول ستيب، اهم ستيب. تمام. هي ان انت تتخلص من شعور الفوم اللي عندك ده. يعني معلش، انت لو ما مسكتش التليفون لدقيقه هيفوتك ايه؟ لو مسكتوش لنص ساعه هيفوتك ايه؟ لو مسكتوش ليوم هيفوتك ايه؟ مش هيفوتك حاجه تماما على فكره. حتى لو عندك شغلك. يعني تعالى اقول لك، اليومين دول انا قاعد قدام الاناليتكس بتاعت اليوتيوب. هروح فين يعني لما اتفرج على الاناليتكس بتاعت اليوتيوب ريل تايم، هروح فين؟ هستفاد ايه؟ هي كده كده متسجله، يعني كده كده هشوفها بعدين. طيب، الحل هتقفل موبايلك، ترميه في درج، او ترميه في اوضه تانية خالص بعيد عنك. تمام. لو هو ضروري للشغل، يعني لو انت بتشتغل من عليه، هتعمل الاتي: هتقفل النوتيفيكيشنز كلها، هتفتح السيتنجز، تروح على مانج نوتيفيكيشنز، تيجي على كل اب وترن اوف النوتيفيكيشنز، كل الابلكيشنز. تمام، بلا استثناء. طيب، بعد كده هتقدر تشتغل على التليفون عادي، بس لازم يكون عندك طبعا حته ضبط النفس دي. لو تقدر ان انت تلغي كل الابلكيشنز على الموبايل، السوشيال ميديا، هيفيدك جدا. وانا في الواقع مش عامل ده دلوقتي، بس لغي الابلكيشنز اللي انا مش بستخدمها، بس ممكن تعمل لي حته الفومو. يعني مثلا لغي الفيسبوك، لغي الماسنجر، لغي الديسكورد لحد ما بقى في سيرفر ديسكورد للكوميونتي هنا. تمام. فما بنزلش غير اللي ضروري فعلا، وجوه الابلكيشن ده
بقفل النوتيفيكيشنز الحاجات اللي مش مهمه. يعني لو انا مثلا مستني مسج من حد معين، وفي ناس تانية بتكلمني مثلا على الواتساب، في ناس تانية مثلا بتكلمني صحابي مثلا، طيب ليه ما اعملش ارشيف للشاتس بتاعت صحابي، بحيث ان مش كل لما واحد صاحبي يكلمني في حاجه عادي صاحبي بيكلمني افتح اشوف المسج. لا، انا هعمل ارشيف للشاتس بتاعت صحابي واسيب الشاتس المهمه. متهيألي كده الاضاءه احسن، بس مع نهايه الفيديو انا هتعمي يعني. طيب، بعد كده هتقعد، تمام، ودلوقتي الموبايل ما بقاش جنبك، وممكن تقدر تركز لوقت اسرع، لوقت اطول تمام. بس هيبقى عندك مشكله تانية، ان انت هتبدا دماغك تجيب لك افكار غير اللي انت بتعمله. هتفكر حرفيا في كل حاجه في الحياه الا اللي انت بتعمله. ده ممكن يبقى مفيد جدا، ووش لازم هعمل فيديو على ده، تمام، وعن قصتي مع ده اساسا، لان حرفيا دي كانت رحله تطوري في الحياه. يعني هي دي النقطه اللي انا بدات من عندها ان انا حياتي تتغير. النقطه اللي انا ادركت فيها ان الافكار اللي بتجيلي وانا بعمل حاجه مهمه جدا، يعني حرفيا هتغير لك حياتك. خليني اقفل الاضاءه دي. هنعمل استوديو ان شاء الله يا جماعه، هنعمل استوديو. اديني دقيقه هعمل حاجه رايقه. ازاي ما جاتش في بالي؟ تهيألي كده احسن كتير. طيب خليني اقرب المايك شويه. اوكي. طيب، الافكار اللي هتجيلك في دماغك دي، لو تقدر تشوف الفيديو اللي قبل ده، تمام، ازاي تبطل تفكر، او ايا كان الاسم اللي هينزل بيه، لانه لسه ما نزلش، المفروض هينزل النهارده اليوم اللي بسجل فيه الفيديو ده. طيب، لو عرفت تشوف الفيديو ده بيتكلم عن قد ايه افكارك اللي بتجيلك اللي هي المفروض هتشغلك دي مهمه. فروح شوف الفيديو ده و روح شوفه بس ارجع. يعني ما تروحش تشوفه وتختفي، تمام، روح شوفه كده بريف، اعرف الخلاصه بتاعته. ان شاء الله تروح لاخر اللي هو اخر شابتر. شوف اخر شابتر. اخر شابتر هو الخلاصه بتاعت الدنيا كلها. فازاي تبطل تفكر، حلها في الفيديو اللي فات. بس هقول لك دلوقتي موجز ان انت مش محتاج تبطل تفكر، بل بالعكس، انت افكارك دي هي اصلا هتغير لك حياتك. يعني انت اي حاجه بتفكر فيها هي مهمه جدا، يعني انت محتاج تفكر. فالإجابة بتاعت إزاي تبطل تفكر هي سؤال تاني، وهو أنت ليه لازم تفكر. فأنت لازم تفكر، تمام، لازم الثوتس دي تجيلك. فلو هنتكلم في حل ليها ما اتقالش في الفيديو اللي فات، وهو الجورنالينج. هتعمل إيه؟ الموبايل بتاعك، تمام، وأنا بستخدم نوشن. هتفتح نوشن، فوقك من الهري بتاع نوشن وان انت ازاي تعمل تيبل وازاي تعمل بلا 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 وكورسات نوشن. افتح نوشن، اعمل نيو بيج، اد في النيو بيج تو دو ليست واحده، اكتب فيها كل حاجه جه في بالك. عايزين نحلق، عايزين نحلق. عايز اقص ضوافري، اكتب عايز اقص ضوافري. عايز اخد شاور، اكتب عايز اخد شاور. عايز عايز في خلال شهر اكون عملت فورمه، اكتب. عايز اشتري مش عارف ايه، اكتب. عايز اكل مش عارف ايه، اكتب. عايز اشتري حاجه تانية برضو، انا افتكرت ان أنا قلت اشتري قبل كده. اكتب، اكتب كل حاجه حرفيا. اي حاجه تيجي في بالك اكتبها كله على بعضه. حرفيا النوت دي قعدت معايا 3 شهور بكتب فيها كل حاجه ورا بعضها. بقت نوت طويله كده. وانت بعد فتره بتكتشف ان في حاجات انت خلاص بقيت قادر تعملها من غير ما تكتبها، فهتبطل تكتبها، هتقوم تعملها في ساعتها. يعني لما يجي في بالك انك عايز توصل ضوافرك مثلا، انت عشان تكتبها توصل مرحله ان انت تكتبها في ورقه، دي انت ضوافرك وصلت لمرحله ما ينفعش. يعني ما ينفعش، فاهم، بس انت مش قادر تقصها دلوقتي. ففي حاجات، بعض حاجات زي مثلا انت تاخد شاور، طبيعي بتصحى كل يوم تاخد شاور، فمش هتكتب دي، تمام. بس دي اكتر طريقه بتنفع معايا انا في الجورنالينج، وهي ان انا اكتب حاجه. يعني حتى في السكريبتنج للفيديوز بكتب كلمه، مش بكتب الحاجه كلها. ليه؟ ده بيديك مساحه للكرياتيفيتي اكتر، بيديك مساحه لان انت آم، تبقى حر اكتر. لما انت بتكتب التاسك ما بتكتبش تفاصيلها، لما بتكتب الفكره اللي ماسكه دماغك ما بتكتبش تفاصيلها. في طريقه تانية من الجورنالينج بعملها، وهي ان انا لما يبقى عندي حاجه مضايقاني او عندي حاجه شاغله دماغي، دي حاجه تانية. بس تاسك معينه وراك مش لازم تكتبها بتفاصيلها، الا لو تفاصيلها ممكن تتنسي. وفي الحاله دي بعمل تو دو، لا زي سب تو دو ليست للتو دو ليست. يعني انا عندي تو دو ليست اهي، فيها مثلا تاسكات كبيره شويه، تمام، تاسكات مجعلصه زي مثلا هنسجل فيديوز، تمام، هعمل فيديوز مثلا للتشانل. طيب، محتاج ابقى عارف كل فيديو بيتكلم عن ايه،
فانا هعمل سب تو دو للتو دو الاساسيه، واكتب فيها يعني كل ما يجي في بالي فكره فيديو ااد تو دو. طيب جوه التو دو دي محتاج عندي ستيبس محتاج اعملها، محتاج اريكورد الفيديو، محتاج اعمل مونتاج، محتاج ابلود الفيديو، محتاج اعمل ثامب، محتاج انزل فيديو. 5 حاجات. تمام كده. بعمل تو دو ليست تالتة جوه التو دو ليست التانية، واعمل جواها التفاصيل دي بس. ومع كل حاجة هتعمل علامة الصح بتاعتك، الدنيا هتبدأ تتزحم، هتبدأ ترميهم تحت. ده بالظبط كنت بعمله. فدايما هتلاقي اول ما تفتح هتلاقي الحاجات اللي انت لسه كنت ما عملتهاش كلها مرصوصة ورا بعضها، وكلهم فاضيين، يعني كلهم المربع اللي جنبهم فاضي. تمام. فهتبقى شايف بالظبط انت محتاج تعمل ايه، وتبدأ تعمل الأهم. يعني لو انت شايف ان انت مثلا، يعني تعال اقول لك حاجه، انت مثلا عارف ان انت عندك مذاكره، وعندك عايز تعمل سي في، عايز تقدم على شغل في المكان الفلاني، عايز تاخد تدريب في المكان الفلاني، عايز تتعلم لغه، عايز تتعلم كذا، عايز تتعلم كذا. اكتب ده كله وبص له شويه، بص له دقيقه دقيقتين، هتبدا تعرف انا محتاج اعمل دي الاول، بعدين هروح لدي، بعدين هروح لدي، بعدين هروح لدي، بعدين هروح لدي. طيب بتروح لدي امتى؟ اللي هي بعد الاولانيه اللي انت هتبدا من عندها. يا اما انت خلصت الاولانيه، يا اما انت اتخنقت من الاولانيه. يعني انت مثلا لو بتتعلم لغه مش هتفضل تتعلم لغه 24 ساعه، فاهم قصدي؟ فلو انت بتتعلم لغه تتعلم جنبها مثلا برمجه، تتعلم جنبها مثلا، ده لو انت فاضي يومك فاضي. آم، في قصه كده جميله بس مش وقتها اعمل لها فيديو. آه، فمش هتكتب كله وتعمل كله في نفس الوقت، ولا هتكتب كله وتعمل حاجه واحده. انت هتعمل الاولانيه الاهم، بعدين فالمهم. خليني ما اطولش عليك في الحته دي، خلينا نروح للي بعده. طيب النقطة اللي بعدها هي الدايت والنوم. قلتها قبل كده في فيديو، الدايت والنوم، الدايت والنوم، الدايت والنوم، الدايت والنوم. تمام. ليه؟ الدايت بتاعك اكتر حاجة هتأثر على تركيزك وانت بتذاكر، بعد فكرة الاوفر ستيميوليشن اللي انت كنت فيها. خليني اقول لك حاجة قبل ما اقول لك على الدايت. انت اللي بتعمله قبل ما تذاكر، اللي بتعمله قبل ما تنام في اليوم اللي انت هتصحى فيه تذاكر، هيأثر عليك. وكذلك اللي انت بتعمله في روتين اكلك، روتين اكلك بتاع الاسبوع اللي قبله بيأثر عليك في اليوم ده. فما تفتكرش ان انت بتاكل دلوقتي بيأثر عليك دلوقتي، لا، هيأثر عليك بكره، وهيأثر عليك بعده، وهيأثر عليك بعده. فخليك دايما واعي اللي انت بتاكل ايه. طيب ايه الدايت والسليب سكيدجول اللي هيفيدوك في مذاكرتك؟ تعال اقولك. الدايت محتاج تاكل حاجات، مبدئيا محتاج الدايت يبقى هيلسي. محتاج تبطل جانك فود. تمام. محتاج تبطل الشيبسي والبيبسي والهبل ده. محتاج تبطل تضحك على نفسك مثلا بالاكل اللي زي السوسيس مين دول يعني؟ لحمه ولا مش لحمه؟ ايه سوسيس دي؟ لانشون، ايه لانشون ده؟ فاهم قصدي؟ ايه ده؟ لحمه ولا مش لحمه؟ فراخ ولا مش فراخ؟ بطاطس ولا مش بطاطس؟ ميه ولا مش ميه؟ شاي ولا مش شاي؟ قهوه ولا مش قهوه؟ الحاجه اذا ما كانتش هي ما تاكلهاش. البروتين بارز مثلا، بروتين بارز، انا عندي تجربه مع البروتين بارز، كنت باكل بروتين بارز في فتره. تمام. ولحد قريب ممكن اجيب بروتين بارز لسه. تمام. لان انا يعني لحد دلوقتي ما سمعتش عنها حاجه مباشره. بس هل البروتين بارز افيد حاجه تاكلها؟ لا. اقول لك انا كنت بعمل ايه بالظبط اول ما بدات اظبط الدايت بتاعي. مبدئيا بطلت الحاجات دي كلها مره واحده. وانا كنت في حته ان انا كل ما بحس ان انا زهقان بروح اجيب هوهوز وعصير ومش عارف ايه، شويه حاجات كده ب 20 جنيه ايامها. كان مثلا الحاجه الواحده مثلا ب 5 جنيه، فبروح اجيب 4 حاجات. سنيكرز مع القهوه. تمام. حاجات يعني. كنت الشوجر ده، الحاجات المسكره دي كانت مسيطره عليا بطريقه غريبه. مش لانها مسيطره عليا، بل لاني كنت بعمل تجربه. يعني انا كند بجرب بشوف هنوصل لفين. تمام. يعني انا كنت عارف ساعتها ان ده غلط وان ده مضر، وكنت مبطله قبلها. بس كنت براجع له عن قصد، بتاكد من اللي انا فاهمه. تمام. فخليك عارف ان اللي هقوله لك دلوقتي ده هو الخلاصه، او اللي بقوله لك عامه في الفيديوهات عامه. انا بديك خلاصه تجارب، مش بديك كلام انا شايفه على النت، او بديك فيديوهين انا اتفرجت عليهم، او بقلد حد.
انا بديك خلاصه حاجات انا جربتها واتعلمتها. اتعلمتها من ناس اكيد، جربتها على نفسي ونفعت اكيد، جربتها على غيري ونفعت اكيد. تمام، فعايزك تبقى دايما مؤمن بده، وواثق في اخوك. تمام. وطبعا لو انا بقول اي حاجه فيها غلط صحح لي. تمام. بس لازم يبقى عندك ثقه تامه في اللي انا بقوله لك ده. الحمد لله انا فاهمه، ومش هقول حاجه غير لما ابقى فاهمها. لازم تبطل الشوجرز تماما تماما. جت فتره كنت بشرب الشاي من غير سكر، القهوه من غير سكر، كل حاجه من غير سكر، مبطل سكر تماما لحد ما اكتشفت ان ده غلط. تمام، ان انت تبطل سكر عامه تماما ده غلط برضو. بس ان انت تبطل السكريات الصناعيه ده مش محل نقاش ابدا، مش محل نقاش تماما. انك تبقى بتاكل سكريات صناعيه ده يدمرك. مش هتكلم في تفاصيل، مش هتكلم في اي حاجه، بس هرموناتك هتتضرب بالنار. انت بتضرب هرموناتك بالنار، بتضرب جسمك عامه، بتاذيه، بتضربه بالنار. هو كمان بتاذي عقلك. تمام. غير افرازات الهرمونات، انت بتبوظ التواصل اللي ما بين الكونكشنز اللي ما بين خلايا مخك. انت بتبهدل الدنيا. تمام. عامل فيديو على ده برضو. تمام، بالتفصيل، بس عشان الفيديو ده يكفي كل حاجه. فاول حاجه بطلها هي الشوجرز. تمام. واي حاجه صناعيه تاني حاجه بعدها على طول. تمام. لو عايز تاخدها تدريجي خدها كده، عشان لو عايز تجرب، لو مش واثق فيا، عايز تاخدها تدريجي خدها كده. جرب اول يوم تبطل سكريات خالص وشوف هتحس بايه. تاني يوم ان ما صحيتش، فطرت بيض واتغديت كومبلكس كارب مع ايه مثلا، مع برضو مع لحمه مثلا، مع فراخ. تمام. اتعشيت فول وبيض وجبنه. اما عملتش ده وبقى ده الدايت بتاعك بس ما بتاكلش غيره، يبقى انا ما بفهمش حاجه. اكتر حاجه فرقت معايا في التركيز وانا بذاكر لما بجوع. الحل بتاعي انك تجوع لما تذاكر، لان انت لما بتبقى جعان وانت بتذاكر، لان دي مهمه برضو، لان انت بعد حوالي ساعتين او 3 ساعات طبيعي التركيز بتاعك بيقع. بس انت ضروري جدا ما تبقاش بتاكل خالص في الفتره بتاعه المذاكره. تمام، ما تاكلش خالص في الفتره بتاعه المذاكره. بس ضروري او اساسي التركيز بتاعك بيدروب بعد ساعتين، بعد 3 ساعات. طيب ده حله ايه؟ ان انت هتاكل حاجه بروتين فات كومبلكس كارب. ايه الحاجه الوحيده اللي كده؟ يا اما هتعمل دي كنت بعملها. انا جربت حاجتين. تمام. شط شوفان باللبن بالموز بالعسل بالتمر. هو بيبقى شط كده. تمام. بيبقى حوالي 400 مللي او نص لتر. تمام. ما كنتش بكبر قوي يعني. آه، وتشربه. تمام، في الخلاط وتشربه. يا اما ان انت تجيب مكسرات. هتقول لي اجيب مكسرات؟ المكسرات غاليه او ايا كان. الفتره اللي انا كنت بجيب فيها بسكوتات وكيكات ب 20 جنيه، بدلتها بمكسرات ب 20 جنيه. كنت بجيب 50 جرام كاجو على فستق على الحاجات دي، 50 جرام ب 20 جنيه. دلوقتي مثلا ممكن تلاقيهم 40 او 50. بقى لي فتره الصراحه بطلت المكسرات، بس هتلاقيهم مثلا سكه 40 50. تمام. في الرينج ده بكتير جدا. 50 جرام. 50 جرام دول كويسين كويسين جدا، يعني جواهم كام جرام بروتين؟ فاهم قصدي؟ جواهم كام جرام فات؟ انت لو قسمتهم هتلاقي ان انت كسبان. فاهم؟ في بعض الحاجات بيوصل فيها البروتين ل 60% في المكسرات. ف 60% من 50 جرام 30 جرام بروتين. فاهم؟ 30 جرام بروتين من حاجه طبيعيه، وكلتها كلتها كده. تمام، مع كوبايه قهوه. خلاص. آه ده ممكن حد يسميه صيام متقطع مثلا. تمام. بس مش بحب ادي حاجه اسم، عشان لو حد تاني شرحها لك بطريقه مختلفه الدنيا ما تخشش في بعضها. فمن اول ما تصحى مش تاكل اي حاجه خالص. من اول ما تصحى مش هتاكل اي حاجه خالص. تمام. لحد بعد ساعه ساعتين من المذاكره هتبدا ان انت تدخل اكل. تمام. الاكل عامل ازاي؟ الاكل يا اما بروتين يا اما كومبلكس كارب يا اما فات. تمام. فات وبروتين هتدخلهم مع بعض. بيض بسمنه بلدي. تمام.
تقول لك بيضتين بسمنه بلدي، الكلام ده هيكلفك كام برضو؟ سكه مثلا 16 جنيه، 17 جنيه، بيضتين بسمنه بلدي. آه ورغيفين عيش. فاهم؟ موضوع بسيط. البيضه بكام دلوقتي؟ قول يا عم ب 6 جنيه، 12 جنيه. قول يا عم معلقه السمنه اللي انت تحطها دي، تجيب حته سمنه بلدي كده وتلطشها في الطاسه ب 3 جنيه، 15 جنيه. رغيفين العيش يا عم قول 16. تمام. وجبه نظيفه مفيده ب 16 جنيه. لو نزلت جبت كيس شيبسي ب 10 جنيه مش هتشوفه، مش هتحس بيه، مش هتدوقه اصلا. تمام. او قلنا شط الشوفان باللبن بالكلام ده. القهوه كانت بتنفع معايا في فتره، بس ما بقتش تنفع معايا بعد كده بسبب اخر نقطه في الفيديو ده. تمام. واستنى لما نوصل لها عشان ما ندخلش الدنيا في بعض، لان ساعات بيبقى وقتها ساعات مش بيبقى وقتها. لو انت في البدايه القهوه هتبقى مفيده ليك طالما لسه ما وصلتش المراحل اللي بعدها. ليه القهوه هتبقى مفيده ليك؟ القهوه هتعلي لك الطاقه شويه، وهتخليك اجريسيف شويه. هتقدر ان انت تظبط نفسك. واخد بالك؟ حته الاجريسيفنس دي اولا بتخليك بتظبط لك المود شويه. تمام. انا ده كله بقول شويه ليه؟ لان في اوقات مش هينفع فيها تشرب قهوه ولا شاي نهائي. تمام. زي ما هقول لك في الاخر خالص. فهتبطل خالص نهائي الكافيين في فتره معينه. تمام. بس في البدايه ممكن تشرب قهوه مع المكسرات. تمام. ممكن تضرب شوت الشوفان، ممكن بيض مع سمنه. تمام. سمنه بلدي. تمام. مش السمنه اللي هي اسمها ايه، السمنه النباتي بقى والكلام ده، لا سمنه بلدي. تمام. بس ده بالنسبه للاكل في فتره المذاكره. بعد فتره المذاكره زي ما اتفقنا اكل صحي بس. طيب. النوم. النوم كالاتي: ما ينفعش تنام ال8 ساعات على بعض. فوقك من اي حد بيقول لك اي كلام. ما ينفعش تنام ال8 ساعات على بعض. من فتره لفتره جميل، بس ده يبقى الاساسي بتاعك 8 ساعات على بعض. غلط. ليه؟ هقول لك. 8 ساعات على بعض هتصحى بعدهم هتقعد حوالي ساعتين او 3 ساعات على ما تفوق. طب انا ليه بعمل ده؟ طب ما اقسمهم. شوف يا عم روتين رونالدو، ساعة ونص بساعة ونص اساسا. بلاش ده، مش هنتكلم في ده. انت اصلا مش هتعرف تنام ال8 ساعات على بعض وتنام في نفس الوقت نوم صح. تمام. مش احنا الحياة مش مثالية. تمام. انت حياتك مش مثالية وانا حياتي مش مثالية. مش هعرف ان انا كل يوم انام العشاء مثلا. ولو انا افترضت ان هنام العشاء اللي هي الساعه كام، بتخلص الساعه كام دلوقتي، على ما انام هتبقى 10 ونص. ده في البيست كيس سيناريو، يعني هتبقى 10 ونص. الفجر الساعه كام؟ الفجر الساعه 4. في كام ساعه؟ 5 ساعات ونص. معلش هو ربنا ما يعرفش يوسعها عن كده، عشان معلش البني ادم ما يعرفش ينام غير 8 ساعات. لا هي صح كده. هي صح كده. هتنام 5 ساعات مثلا. تمام. وهتقوم. تمام. انت اصلا لو نمت في الوقت ده، لو نمت على 10 ونص مثلا، انت هتلاقي نفسك الفجر قايم اوتوماتيك اساسا. بس عايز تنام تاني، عندك الفترة بتاعة الوقت بتاع اللي قبل الظهر جميل جدا للنوم. هتنام في الفترة بتاعت قبل الظهر أو بعد الظهر على طول. نام فيها تاني. أنا كنت بعمل كده. بتعمل لك يومين، بس محتاجة ضبط نفس رهيب، لأن أنت في اليوم التاني ده الدنيا ممكن تبوظ منك، ممكن ما تنامش في ميعادك. ممكن تقوم مودك مقلوب. تمام. فعشان تظبطها، عشان تعمل فيها بالانس، لازم يبقى عندك ضبط نفس شوية. طيب ده بالنسبة للنوم. طيب بعد كده شرب المية. لازم تظبط شرب الميه جدا جدا جدا. ليه؟ لو انت مش مظبط شرب ميه ونمت وانت قادر تقوم، مش هتقوم. لو انت مش مظبط شرب ميه وانت واكل كويس، كويس جدا، تمام، جسمك مش هيهضم. لو انت مش مظبط شرب ميه و... وايه تاني، وانت جسمك مليان طاقه، الطاقه اصلا مش توصل للمخ. تمام. فلازم ميه 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 باستمرار. انا عايز اوريك المفروض اللي انا بشربه. يعني بص، انا بشرب ميه دي. تمام. ده برطمان بتاع مربى يا جماعه. تمام. دي بتبقى مثلا حوالي، هي المفروض اكتر من نص لتر. تمام. دي انا المفروض بشربها وانا بسجل فيديو 15 دقيقه، وبقوم بعدها حاسس ان انا عندي جفاف. تمام. لو انت ماشي يومك صح، لو انت ماشي يومك بطاقه وبنشاط، فلازم الميه باستمرار، لازم يدخل لك ميه باستمرار. فوقك من كلام ال 2 لتر وال 3 لتر.
حلوين في الاول وانت لسه بادئ تدخل في حته التركيز، انما في فترات 2 لتر و3 لتر ايه، انت بتشرب ال 2 لتر و3 لتر وانت نايم. انا مش عايز اسبقك بمراحل، بس في مرحله انت بتدخل مثلا في فكره الفيفيد دريمينج مثلا. انت بالفيفيد دريم انت بتبقى بتنهج وانت نايم، انت بتبذل مجهود وانت نايم اكتر من وانت صاحي. انت بتقوم من النوم خاسس، بتقوم من النوم جعان لو انت لسه واكل قبل ما تنام، بتقوم من النوم هبطان لو ما لحقتش نفسك باكل هتقع. تمام. بس دي مش بتبقى متكرره او دايما، ماشي، بس ممكن تقعد فتره، ممكن تقعد شهر في دريمينج. ممكن تقعد شهر بتقوم من النوم بتنهج. ففي ناس بتشرب الاتنين لتر دول وهم نايمين، يقوم من النوم يشرب 2 لتر يدخل الحمام يرجع ينام، يقوم من النوم يشرب 2 لتر يدخل الحمام يرجع ينام. عشان كده بقول لك ما ينفعش تنام ال8 ساعات متواصل، ده مش صحي بالمره. انا ما اعرفش مين اللي قال انه صحي، بس انا عمري ما نفعت معايا الا في الايام اللي الواحد بيبقى مقتول فيها بقى، اللي هو انا محتاج بقالي فتره ما بنامش كويس، انا لازم انام. ومع ذلك في ناس بتقول انه ما بيتعوضش. انا مش بتكلم على كلام الناس، انا بتكلم على اللي بينفع معايا واللي بينفع مع الناس اللي حواليا. هتنام 8 ساعات، انت اصلا هتقوم مخنوق ان انت نمت 8 ساعات لو انت عارف انت وراك ايه ومحتاج تخلصه. مش هتقدر تنام 8 ساعات. تمام. طيب، ده بالنسبه للميه. بعد كده ظبطت ميه، ظبطت دايت، ظبطت نوم، ظبطت افكارك. انت كده قادر انك تقعد تركز. بس في حاجات ممكن تمنعك من ان انت تقعد تركز. زي ايه؟ ان انت lack of discipline. تمام. انت ما بتقعدش نفسك، ما بتقولش لنفسك احنا هنقعد دلوقتي. تمام. ان انت اصلا مش مقتنع ان انت ده انت. يعني انت شايف نفسك النسخة بتاعت الجيمنج، النسخة بتاعت اللي حواليك كلهم محدش بيشتغل بالمعدل اللي انت بتشتغل بيه. ايه تاني؟ يعني مش عارف، السيلف ايمج عامه بتاعتك قدام نفسك، ان انت هل انت مقتنع ان انت ده انت، ان انت محتاج تعمل الشغل ده. ودي نقطتين كمان. lack of drive. تمام. ان انت اصلا ما عندكش دافع للي انت بتعمله دلوقتي، او ان انت عندك الدافع بس مش متحمس له. lack of motivation. تمام. ان انت اصلا ما عندكش الموتيفيشن انك تعمل الحاجه دي. هل انت متوقع انك هتعملها؟ طبعا مش هتعملها. تمام. الموتيفيشن مش بتاع الفيديوز، الموتيفيشن بتاع هل انا محتاج اعمل ده فعلا، محتاج اعمله. طيب هل انا بكلم نفسي كل يوم واقول لنفسي كده قوم اعمل كذا، لو ما عملتش كذا هيحصل كذا. واخد بالك؟ ده اللي هيخليك تقوم وتعمل. وبالنسبه للديسيبلين، تمام، اكتر حاجه هتظبط لك الديسيبلين هي ان انت النقطه الجايه دي اول حاجه. وتاني حاجه ان انت تتكلم مع نفسك، تقول لنفسك اقعدي اعملي ده، لو ما عملتيش ده هيتعمل واحد اتنين تلاتة، هعاقبك بواحد اتنين تلاتة. عايزة ايه؟ عايزين نخرج مثلا. طيب ما انتش خارجة غير لما تعملي كذا. اتكلم معاها كده، مع نفسك اتكلم معاها بالشكل ده. ما انتش خارجة غير لما تعملي كذا. ما انتش واكلة غير لما تعملي كذا. ما انتش نايمة غير لما تعملي كذا. تمام. لان انت ممكن يبقى عندك التركيز بس ما عندكش القدرة ان انت تقعد وتعمل الحاجة دي وتركز فيها. يعني انت عندك قدره على التركيز عامه بس مش قادر تقعد نفسك تركز، فده هيعمل لك المشكله دي. طيب بعد كده حته مهمه جدا، وهي حته الهرمونز. تمام. انت عندك 4 هرمونز عايز اتكلم عليهم: الدوبامين، ليبتين، تستوستيرون، والانسولين. تمام. الانسولين والليبتين متصلين شويه، الدوبامين مفصول عنهم، التستوستيرون مفصول عنهم. مبدئيا مفيش هرمونات مفصوله عن هرمونات، الدنيا كلها متصله بطريقه ما. خلينا اوصل اللعبه على الشاحن. انا مش عارف والله، يعني لو انا ما قلتش الكلمه دي الفيديو مثلا ممكن يكمل ازاي، مش عارف، مش متخيل. وادي يا عم اللعبه على الشاحن. بس كده كله. طيب كنت بقول ايه؟ اه، الدوبامين مفصول، التستوستيرون مفصول،
ليبتين انسولين متوصلين بطريقه ما. تعالى اكلمك الاول عن الليبتين والانسولين، لان دول اكتر حاجتين، اكتر يعني هرمونين فرقوا معايا تماما لما عرفت عنهم. مجرد مجرد ما انت بتاكل حاجه مسكره وانت شغال، تمام، او عامه، لان اغلب الناس لما انت هتحس بهبوط او هتحس ان انت بخمول هيقول لك كل حاجه مسكره. هتتصور ان انت لما تاكل حاجه مسكره بتديك طاقه، بس في الواقع هو العكس تماما. وافتكر كل مره انت اكلت فيها حاجه مسكره هتلاقي ان انت كل مره كنت بتاكل حاجه مسكره كنت بتحس بعدها بهبوط. ده ليه؟ مجرد ما انت بتاكل حاجه مسكره، بالذات لو السكر بتاعها صناعي، تمام، غير السكر الطبيعي. السكر الطبيعي هيساعدك، هيبقى حاجه كويسه، تمام. تاكل تفاحه وانت بتذاكر، قبل المذاكره زي ما قلت لك، تعمل الشوت اللي فيه موز وعسل، ما الموز والعسل فيهم سكر، التمر فيه سكر، تمام، ده عادي جدا. وهيساعدك بس لما يبقى بكميات مودريت، تمام، مش بكميات كبيره، تمام. ليه؟ هقول لك بعدين، بس خلينا دلوقتي في حته ان انت ايه اللي بيحصل لما بتاكل حاجه مسكره. السكريات الصناعيه بتستيميوليت البرين، بتستيميوليت عقلك اكتر انه تخله سكر من اي سكر تاني. فاكتر حاجه هتاذيك هي السكريات الصناعيه. ايه اللي بيحصل؟ مجرد ما بيدخل لك سكر، جسمك بيبقى فاكر ان دلوقتي الدم مليان سكر، فبيعمل ايه؟ بيفرز الانسولين عشان يبدا يجمع السكر ده ويحوله اللي مش عارف كان اسمه ايه، ويخزنه في الكبد او في العضلات زي ما كنا بناخد في تانية ثانوي، مش عارف جلايكوجين او حاجه زي كده، تمام. بيبدا يخزنه في الجسم. فمجرد ما انت تاكل حاجه مسكره، اللي بيحصل هو العكس، ان جسمك بيروح يلم السكر ويخزنه. فانت بتحس بهبوط في ساعتها، لان انت محتاج السكر، لان السكر بيديك طاقه، صح كده؟ بيحسسك ان انت في طاقه، لانه حرفيا هو في حد ذاته طاقه. فعقل جسمك بيبدا ياخد، هو عقلك برضه، هو عقلك هو اللي بيدي الاشاره، تمام. فانت لو مقتنع ان انت اكلت حاجه فيها سكر وانت اكلت حاجه ما فيهاش سكر، هيعمل نفس التاثير، هيفرز انسولين، تمام، بطريقه ما، باختلاف المعدلات، تمام. غير لما تدوق فعلا حاجه مسكره طبعا عقلك بيقتنع اكتر. بس اقصد انت لو حتى بتاكل حاجه وانت مقتنع ان فيها سكر وهي ما فيهاش، هيحصل نفس التاثير، لان ده من عقلك. طيب، ايه اللي بيحصل لما الانسولين بيعلى؟ الليبتين بيقل. يعني انت اولا السكر قل، ثانيا الليبتين كمان قل. ايه اللي بيحصل لما الليبتين بيقل؟ ايه الليبتين ده اصلا؟ الليبتين ده هو الهرمون اللي بيحسسك ان انت عندك طاقه، بيحسسك ان انت تقدر تشتغل، بيحسسك بالنشاط. مجرد ما انت تاكل حاجه مسكره، الهرمون ده بيقع في الارض، بيقع بيتدمر، تمام. ليه؟ لان الانسولين والليبتين ما بيفرزوش في نفس الوقت. يعني غير ان هو بيدروب، هو ما بيفرزش اصلا. الانسولين بيمنع افراز الليبتين، والليبتين بيمنع افراز الانسولين، تمام. بعد كده لما الليبتين بيدروب، انت مفيش طاقه. هترجع الطاقه امتى؟ لازم الانسولين يرجع يدروب تاني. ده بيحصل بعد قد ايه؟ ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال. ممكن تاخد حوالي ساعه على ما تبدا تروق. في الساعه دي بيكون ايه اللي حصل؟ بيكون الدوبامين عالي. ليه؟ لان انت اكلت حاجه مسكره. الحاجه المسكره، انت جسمك او جسمك متعود على السكر، تمام. فكل ما انت بتديله سكر بيبقى عايز سكر اكتر. الدوبامين في الاغلب يعني او يعني هو في الاساس اصلا بيفرز في حالات الرضا، لما انت بتبقى راضي عن حاجه. ليه؟ لانه دايما بيتسمى الريورد هرمون، تمام، ان هو ده الهرمون بتاع المكافاه. ان انت لما بتاخد المكافاه بتاعت حاجه انت تعبت لها، الدوبامين بيفرز. لو انت تعبت الحاجه وما خدتش المكافاه بتاعتها، طبيعي بيحصل دروب في الهرمونز، بيحصل دروب في الدوبامين، تمام. فلما انت بتاكل حاجه مسكره اللي انت كنت نفسك فيها، الدوبامين بيعلى. هتيجي تذاكر، نتيجة مذاكرتك هتظهر امتى؟ كمان شهر، كمان سنة. فانت ما بتاخدش من دي دوبامين، تمام. فمش هتحس بالريورد، فهتفضل مفكر في قد ايه الحاجة دي متعبة.
طول ما انت بتفكر في قد ايه الحاجه دي متعبه، الدوبامين هيبدا يقل كمان اكتر، يبدا يظهر عليك اعراض. لان الدوبامين مش مسؤول بس عن انه يحسسك بالرضا، لان هو مش مسؤول عن احساسك بالرضا اصلا، هو بيفرز لما انت تحس بالرضا، فانت لازم تحس بالرضا الاول عشان هو يفرز. تمام. فانت مجرد ما الدوبامين بيبدا يقل، الدوبامين اكتر شغله في المخ هو ان هو يوصل حاجات من اماكن لاماكن. تمام. حرفيا شغل الجسم كله معتمد على الدوبامين. الدوبامين هيقل، هتعرض للاكتئاب. في فترات كنت بيظهر عليا اعراض بايبولار ديس اوردر، تمام، اضطراب ثنائي القطب، بسبب الدوبامين. تبدا مش طايق جسمك، بالذات رجليك، هتبدا تحس بتنميله في رجليك، انت مش طايق رجليك، عايز تقطعها حرفيا. دي حاجه اسمها تململ الساقين. تمام. ده كله عشان بس انت اكلت حاجه مسكره، اليوم كله اتضرب واظهر عليك اعراض اكتئاب. تخيل لو انت بقى بتاكل كل يوم حاجه مسكره، هتفكر ان انت عندك اكتئاب وانت كاره حياتك وانت عايز تموت. بس انت في الواقع بس محتاج تبطل تاكل حاجات مسكره. انت متخيل؟ طيب، بعد كده عندنا الليبتين. تمام. الليبتين بيعمل ايه؟ الليبتين الليبتين ايه؟ التستوستيرون. بعد كده عندنا التستوستيرون. التستوستيرون بيعمل ايه؟ هيساعدك في ايه؟ لما انت مستوى التستوستيرون بيعلى وبيثبت عند العلو بتاعه ده، بيعمل عندك نوع من الاجريشن، بيعمل عندك نوع من العنف. تمام. لو انت لسه بتشرب قهوه، فاكر القهوه كانت بتعمل ايه؟ القهوه كانت بتعمل عندك نوع من الاجريشن، بيديك الامكانيه ان انت تقدر تجبر نفسك على انها تقعد، وبيظبط المود. التستوستيرون بيعمل حاجات مقاربه لده، بيظبط لك المود. تمام. بيحسسك بالرضا عن نفسك وان انت جامد جدا، ومجرد ما تحس بده اصلا ضغط دمك بيعلى. تمام. وفي نفس الوقت هو بيعمل لك شعور الاجريشن اللي اتكلمنا عنه، ان انت بقى عندك نوع من العنف تجاه اي حاجه حواليك ومنها نفسك. تمام. فتقدر ان انت تجبر نفسك على انها تقعد. فانت دلوقتي ما بقتش محتاج قهوه. التستوستيرون لوحده لما بيعلى اصلا، يعني هو هيديك افكت القهوه، دي نقطه، وهيديك افكت الشاي. لسه محتاج كافيين، مفيش مشكله، اشرب كافيين. بس التستوستيرون لوحده، ان انت يبقى عندك التستوستيرون الليفل بتاعه كويس، ده بيديك القدره ان انت تقعد وتركز في الحاجه اللي انت بتعملها. بس في نفس الوقت انت فاكر ان في اجريشن. طيب، الاجريشن بيعمل العكس. لما انت دلوقتي عندك اهو، زي ما احنا بنقول، عندك اجريشن ان انت تقعد نفسك وتشتغل على ده، بس في نفس الوقت هو بيعمل عكس ده، ان هو بيقنعك ان انت اجمد من ده، فانت ما تقعدش تعمل ده. تمام. وان احنا عايزين نعمل اكتر، عايزين نشوف نتيجة دلوقتي. تمام. فبيبدأ حرفيا جسمك كله يشتغل بمعدلات رهيبة، ان هو عايز يوفر، عايز ينفذ لك ده. هو اجريشن بقى، السيستم كله بقى اجريسيف، عايزين ده دلوقتي. عقلك بيبدأ يفكر في مليون فكرة، زي القهوة، يعني نفس التأثير بتاع القهوة، بس القهوة بتعمله بشكل غير صحي. تمام. تبدأ تفكر في كل حاجة في حياتك، هتبدأ يتصارع عليك افكار في البيزنس بتاعك، في الشغل، عايز تفهم دي وعايز تفهم دي وعايز تفهم دي. يعني ايه يعني اذاكر حاجه انا مش فاهمها؟ يعني ايه يعني اشتغل في شغلانه مش عارف ايه؟ يعني ايه يعني اسمع كلام اللي مش عارف مين؟ وهكذا 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 وهكذا، لحد ما هتلاقي ان انت حرفيا ما بقتش قادر تعمل اللي انت بتعمله. وده شعور صحي. تمام. بس انت محتاج تكبحه. تمام. تربطه، تكتفه، عشان تعرف انت توجهه. لان هو ما ينفعش الهرمونات بتاعتك تسوقك. تمام. ما ينفعش توصل المرحله دي، والا هتكون زي اللي كان بياكل حاجات مسكره في الاول والدوبامين سايقه. تمام. فانت دلوقتي بقى التستوستيرون سايقك، هتبدا ان انت خلاص بقى نلعب مثلا MMA، ونسيب التعليم بقى خلاص، لان التعليم هيديني ديليد جراتيفيكيشن، هحتاج ان انا استنى عشان اشوف نتيجه، وانا دلوقتي متعصب ومش عارف ايه وعايز اهدى. طيب هنروح جيم وهنبدا ان احنا نهلك نفسنا في الجيم، هروح مقتول، مش هعرف اذاكر، مش هعرف اتعلم، مش هعرف اركز في الشغل، لاني مهدود، لاني طلعت كل الطاقه اللي عندي في الجيم. هل ده صحي؟ ده مش صحي. فانت محتاج توزن. تمام. قبل ده كله، اصلا التستوستيرون بيعلى ازاي؟ من اكتر الحاجات اللي بلاش بيعلى ازاي،
لان انت طبيعي راجل، المفروض يبقى عندك التستوستيرون ليفلز الافريج بتاعها كويس. فايه اللي بيقلل التستوستيرون؟ اللي بيقلل التستوستيرون اولا البلاستكس زي اللي انا حاططها هنا دي دلوقتي. تلامس جسمك مع البلاستيك بيقلل التستوستيرون في الدم، تمام. وبيقلل الافريج، المستوى الافريج بتاع التستوستيرون اصلا، يعني بيأذيك على المدى الطويل. وفي تجربه اتعملت على ده، جابوا سمك وحطوهم في حوض وحطوا معاهم مركب مش فاكر اسمه ايه، اللي في حرف بي كده. تقدر تشوف التجربه دي يعني وهتعرف الحاجه دي اسمها ايه. لو انا افتكرت اسمها وانا بتكلم هقولها. بي بي اي، اسمه بي بي اي، تمام. المركب ده يعني اللي بيبقى موجود في البلاستيك. حوض سمك وحطوا فيه السمك ده وحطوا معاهم البي بي اي. اول جيل كان زي الفل، تاني جيل طلع الخصوبه قلت، تالت جيل طلع الخصوبه قلت، وهكذا لحد اما وصل لجيل معين. مش عارف هم ممكن في في التجربه ذكروا ان ده الجيل الثالث، يعني لان هي حاجه مجازيه ان ده الجيل الثالث، انه ثالث تطور حصل، تمام. ان الجيل ده طلع عنده عقم اساسا. فانت شايف التأثير البلاستيك عامل ازاي. تأثير البلاستيك مش بسيط. حاول ان انت تقلل احتكاكك مع اي حاجة بلاستيك بأكبر طريقة ممكنة. لو تعرف تحط حاجة زي دي الحمد لله مش بلاستيك، يعني دي معدن الحمد لله، تمام. الجزء ده معدن، انا قلت بلاستيك كده. هو انا شايفه اكنه بلاستيك بس هو معدن. الجزء ده معدن. لو هو بلاستيك حاول تحط قماشة بين الحتة اللي بيلمس جسمك فيها. لما يبقى فيه بلاستيك على ايديك، اغسل ايديك بميه، ما تغسلهاش بصابون، تمام. لان ده بيحفز الامتصاص بتاع البلاستيك في الجسم وبيشغل بيأكتيفيت البي بي اي، تمام. ما تشربش ميه، ما تشربش ميه وما تاكلش في حاجه بلاستيك نهائي. حاول ان انت ما تقعدش على كراسي بلاستيك، تمام. ايه تاني؟ الموبايل حاول تجيب له جراب مش بلاستيك، تمام. حاول ما تحطش الموبايل قريب من، انت عارف منين، تمام. لانه بيأثر على الخصوبة، برضو بيأثر على الافراز التستوستيرون. الحاجات دي كلها بتأثر على التستوستيرون بشكل عام يعني. طيب، الليبتين، في حاجة أخيرة لم أذكرها عن الليبتين، وإن الليبتين هو هرمون بيت بيتكون أساسا من الفات، من الدهون، تمام. فانت لو استهلاك الدهون في جسمك او دخول الفات لجسمك مش كفايه، الليبتين بيحصل فيه دروب. عشان كده كنت بقول لك ان انت محتاج اكل فيه بروتين وفيه فات، تمام. والفات الفات اللي هو السمنه، تمام. وحرفيا هي السمنه شخصيا هي اكتر حاجه بتستخدم في الليبتين. يعني انت لو خدت زيت مثلا، ما الزيت ده برضو فات، تمام. بس بيحتاج يعدي بشويه بروسيسز الاول، غير لما انت تاخد سمنه بلدي، تمام. بتفرق معاك. ليه بقول بلدي؟ لان هي اكتر حاجه بيبقى فيها بتبقى صافيه، مش متعدل فيها حاجات، مش معمول لها بروسيسنج بطرق الهدرجه بقى والكلام ده. مش معمول فيها بروسيسنج بطريقه صناعيه فتاذيها، تمام. تاذي السمنه، تعمل تفكك في المركبات اللي جوه، تعمل مركبات جديده مضره، تمام. وده بيحصل في اي حاجه مصنعه. عشان كده بقول لك ابعد عن اي حاجه مصنعه، لازم اكلك يبقى كله طبيعي. ايه تاني بيأثر على التستوستيرون؟ الدايت بتاعك. ايه تاني بيأثر على التستوستيرون؟ النوم بتاعك، ان انت تبقى بتاخد بريك، ان انت محدش حواليك يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. الجزء النفسي مهم جدا، ان انت صورتك قدام نفسك ان انت راجل، ان انت فعلا تبقى راجل، ان انت ما تعملش عادات طفل صغير، ما تلعبش جيمز، ما تبقاش عارف ان حاجه بتاذيك وتفضل تعملها. يعني انت مثلا وانت بتسوايب على السوشيال ميديا وانت عارف ان ده غلط وبيضيع لك وقتك، انت التستوستيرون بيقع مع ده. لما بيبقى ضبط نفسك قليل، لما ضبطك لنفسك قليل، التستوستيرون بيقل، وبالتالي ضبطك لنفسك بيقل. فبتخش في نيجاتيف فيدباك لوب. غير لما تضبط نفسك التستوستيرون يعلى، ضبطك لنفسك يزيد، دي بوزيتيف فيدباك لوب. فاللحظه اللي تلاقي فيها ان انت بتعمل حاجه غلط، حاجه بتاذيك، حاجه بتضرك، بطل على طول. ما تسوفش، تمام. التسويف
عدو التستوستيرون بالنسبه لك. تمام. وعدو الدوبامين، هتخش في مرحله اكتئاب. ليه تعمل في نفسك كده؟ بس طيب، الخطوه اللي بعد كده هي ان انت زي ما قلنا محتاج تكابتيفيت التستوستيرون عشان تعرف تقعد وتذاكر. طيب، مش التستوستيرون بس، الطاقه عامه. حتى لو انت في المرحله بتاعه القهوه، انت محتاج يبقى عندك هدوء بشكل ما. ايه اللي هيساعدك على الهدوء ده؟ الصيام زي ما اتكلمنا في الاول، سواء صيام متقطع او صيام حقيقي. هتعرف تركز جدا في اللي انت بتعمله. هتقولي ما اعرفش اركز وانا صايم، ده لانك ما بتاكلش اكل كويس وانت فاطر في وقت الفطار. ما بتاكلش اكل كويس، يعني ما بتاكلش اكل كويس، يعني ما بتاكلش اكل فيه قيمه حقيقيه. ما بتاكلش الحاجات اللي فيها بروتين، ما بتاكلش الحاجات اللي فيها كومبلكس كربوهيدرات. ايه الكومبلكس كربوهيدرات؟ زي الكربوهيدرات اللي موجود في الشوفان، اللي موجود في المكسرات، اللي موجود في الحبوب. في الاغلب هتلاقيها كلها حبوب الكومبلكس كربوهيدرات، او البطاطا والبطاطا والبطاطس. تمام. ايه تاني في كومبلكس كربوهيدرات؟ العسل، عسل الابيض. ما اعرفش عسل اسود كومبلكس كربوهيدرات ولا لا. وارد يكون في جزء كومبلكس كربوهيدرات وجزء كربوهيدرات عادي. بس وباختلاف طبعا الحاجات، التمر برضو. فاول حاجه في الهدوء الصيام. تاني حاجه ان انت تبدا تشرب حاجات بتقلل التستوستيرون. زي ايه؟ النعناع، اليانسون. ايه تاني؟ على فكره، الليبتين بيتاثر بالاستروجين. انت الاستروجين لما بيعلى، الليبتين بيعلى. تخيل. تمام. الليبتين اللي احنا قلنا ان هو بيساعدك على التركيز وعلى الشغل وعلى ان انت تحس ان انت عندك طاقه. الاستروجين لما بيعلى، الليبتين بيعلى. والتستوستيرون لما بيعلى، الاستروجين بيقل. صح كده؟ او تركيزك على التستوستيرون ممكن يخليك تنسى الاستروجين، او يأثر عليه بشكل ما. اكيد ده اكيد، يعني ده مش موضوع نقاش. تمام. الاستروجين ده اللي هو الهرمون مش عارف بيسموه ايه، هرمون الانوثه ولا بيسموه ايه. تمام. ده بيبقى عند الستات بشكل اكبر، يعني هو ده الاساسي عندهم. تمام. ده الهرمون الاساسي عندهم اللي بيبقى مسؤول عن تطور شكل الجسم. تمام. بالشكل اللي احنا بنشوفه. لان البلاستكس اصلا بتقلل التستوستيرون، لان هي بتعلي الاستروجين. تمام. يعني هو ده اللي هي بتعمله، البي بي اي بتعمل ده، بتعلي الاستروجين فبتقلل التستوستيرون. تمام. فهم العلاقه بينهم الى حد ما عكسيه، ولكن مش بشكل مباشر، لان الهرمونات اغلبها مش ما فيهاش العلاقات المباشره دي بتاعت ده لما بيزيد ده بيقل خلاص خلصنا. لا، لان انت في عوامل كتيره، في عوامل بتاثر على ده وفي عوامل بتاثر على ده. عشان كده مش بجزم لك ان كذا لما بيزيد كذا بيقل، بس بيأثر عليه بشكل ما. تمام. طيب، ازاي هحافظ على الحوار ده من غير ما ادمر جسمي، شكل جسمي، ان انا يبدا يظهر عليا مان تيتيز مثلا، او ان الدهون تبدا تتراكم في اماكن مش المفروض تتراكم. طبعا ما انا عايز ليبتين وفي نفس الوقت عايز تستوستيرون. طيب، هعمل ده ازاي؟ ان انت هتبدا ان انت تكبح التستوستيرون، بس من غير ما تاثر على الحاجات اللي اساسا بتفرز التستوستيرون. فانت بتكبحه. فده بقى عامل زي الطور. تمام. مش عايز اقول الطور الهايج، يعني الطور الهايج اللي انت بتربطه وهو عايز يندفع، عايز يطير، وانت عمال تربطه. ايه اللي هيحصل؟ اول ما تفكه، تخيل ان انت كنت سايبه كان هيبقى واقف هادي. اول ما بتفكه بيطير. تمام. فانت كونك بتهدي التستوستيرون ده مش معناه ان هو ياثر عليك على المدى الطويل. لا، هو بيأثر عليك دلوقتي. زي ايه؟ زي القهوه. القهوه يذكر انها بتقلل التوتر، بس في الواقع القهوه على المدى الطويل بتزود التوتر. نفس الكلام مع السجاير. السجاير ممكن تبقى تقلل ستريس لحظي، بس في الواقع هي بتزود الاستريس على المدى الطويل. جرب تبطل سجاير. تمام. جرب ان انت تفضل تشرب نفس الكميه من السجاير لفتره طويله. تمام. بس ده بالنسبه للهدوء. هل في اي ستيبس بعدها؟ بعد الهدوء، بعد الهدوء هيبقى انت محتاج ان انت تعرف ازاي تركز على المدى الطويل. ازاي تقسم تركيزك على المدى الطويل؟ يعني ايه؟ يعني ازاي تقسم تركيزك على مدى شهر، على مدى سنة، على مدى اسبوع. ازاي تبقى كونسيستنت. فدي ممكن نعمل لها جايد تاني. فسبسكرايب، يعني مش محتاج اقول لك. وبس. مش عارف في حاجات تانية
سيرفر الديسكورد. في برايفت كولز 1 اون 1 كولز تقدر برضو تشوفها ان شاء الله، هحط لها لينك تحت لو مش محطوط دلوقتي. تقدر تدخل جروب الديسكورد وتحجز معايا كول 1 اون 1، تقدر تسالني فيها في اي حاجه. و تشاو.